اغلبنا بيحب السينابون، بس دلوقتي عشان نطلع طلعه زي دي وناكل اكله سينابون حلوه هتكلفنا كتير. فايه المانع ان احنا نعملها في البيت بتكاليف اقل بكتير، وكمان الكميه اكبر والقوام اطرى واهش من بره كمان. يلا بينا بقى نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه هنحتاج 200 جرام من اللبن الدافي، دول طبعا اقل من كوبايه واكتر من كوبايه الا ربع بشويه، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه. هنقلبهم مع بعض كويس لغايه السكر ما يدوب تماما. بعد كده هنضيف عليهم 3 معالق كبار من الزبده الطريه يعني 42 جرام، وكمان بيضه كبيره بدرجه حراره الغرفه، ورشه الملح طبعا ما ننساهاش حوالي ربع معلقه صغيره. هنقلب كل المكونات كده مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم الدقيق. ما تقلقوش الزبده مش هتبقى سايحه كده في الخليط، بس عادي جدا هنضيف عليها الدقيق على طول. احنا معانا 3 كوبايات وربع من الدقيق يعني 410 جرام. هنضيف الاول 3 كوبايات اللي هم 375 جرام، ونخلي ربع كوبايه على جنب. هنضيفها حسب احتياج العجين. احنا عايزين العجينه تبقى معانا بتلزق، مهم جدا العجينه لازم تبقى بتلزق، لان ده اللي بيديها القوام الهش والطري بعد كده. احنا هنا جمعنا كل المكونات مع بعض. بص لما نحط عليها ايدينا هنلاقيها بتلزق خفيف كده، يعني نقدر نمسكها بايدينا بس فيها تلزيقه شويه. في المرحله دي العجينه بتبقى محتاجه ان هي تتعجن بس شويه، ما يتضافش عليها دقيق تاني. يعني احنا عايزينها الاول تبقى ملزقه شويه عشان لما نخدمها في العجن توصل للقوام بتاعنا المطلوب، اللي هو يبقى طري لكن نقدر نتحكم فيه ان احنا نشكل. نحط معلقه كده من الدقيق على السطح اللي هنعجن فيه، وبنحط فيها العجينه وبنخدمها في العجن كده بتاع 4-5 دقايق تاني لغايه ما نوصل للقوام ده. عجينه طريه جدا فيها تلزيقه خفيفه جدا، لكن انتوا قادرين تمسكوها بايديكم عادي قوي. بعد كده نحطها في الطبق وبنغطيها وبنسيبها تخمر، طبعا حسب الجو، ممكن من نص ساعة لساعة، المهم لغاية ما حجمها ما يتضاعف. بعد كده بنرش السطح اللي هنفرد عليه العجينة بدقيق، ونحط فيها العجينة بتاعتنا ونبدأ بقى نفردها بالطول والعرض اللي احنا عايزينه. نسيت اقول لكم انا كده اجمالي الدقيق اللي استخدمته 390 جرام بس، ما استخدمتش الثلاث كوبايات وربع كلهم، هو الثلاث كوبايات زائد معلقه كبيره بس اللي انا احتاجته عشان سمك السينابون يطلع معاكم حلو، وما يطلعش تخين قوي ولا رفيع قوي. المقدار ده المفروض يتفرد على شكل مستطيل على قد ما تقدروا، مقاساته من 40 ل 45 في 25 تقريبا. انا المفرش اللي بفرد عليه هو طوله كان 45 في 25، فكان يعني مسهل عليا الموضوع، بس ممكن تستخدموا مسطره او اي حاجه تقيسوا بيها. هو ده بالظبط السمك اللي احنا عايزينه للعجينه، مش عايزينها اتخن من كده عشان لما تستوي بعد كده. بعد كده هنجيب ربع كوبايه من الزبده وتكون طريه، وهنفردها على العجينه كلها. المقدار ده اللي هو 55 جرام، ممكن نقلله ل3 معالق يعني 42 جرام. هنفرده بالتساوي على كل العجينه على قد ما نقدر بالشكل ده. بعد كده هنجيب تلت كوبايه من السكر يعني 70 جرام، وهنضيف عليها معلقتين كبار من القرفه، واختياري لو تحبوا ممكن تضيفوا كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. وبعد كده هنفرد كل المقدار دي على العجينة. هنسيب بس أقل من نص سنتي كده في الطرف كده، ما نحطش عليه الخليط ده عشان لما نلف الرول يمسك في بعضه في الآخر. ممكن بالنشابة أو بإيدينا نضغط شوية على الحشو عشان تمسك في العجينة. وبعد كده بنلف رول بالشكل ده. اول جزء بنضغط عليه كده عشان يمسك في بعضه كويس، وبعد كده ما بنضغطش، بنلف كده بالراحة عشان نديله بس مساحة او فرصة لما يخمر المرة التانية ما يبقاش مكتوم كده في بعضه. نحاول نقفل الاطراف في بعض ونلفه كده كويس، ونحاول نظبط العرض بتاعه يبقى كله زي بعض. بعد كده انا بحب اقطعها بخيط لان الخيط بيطلع شكلها متناسق اكتر، لكن لو ما عندكوش خيط ممكن تقطعوه عادي بالسكينه، بس تكون سكينه حاميه شويه. بالنسبه للتقطيع عشان نطلعهم قد بعض بنحدد الاول احنا عايزين كام قطعه. يعني انا قررت اعمله 12 قطعه، فشفت طول الرول نفسه قد ايه وقسمته على 12، وبعد كده بدات اعمل علامات بالمسطره كده عشان يطلعوا قد بعض. ممكن لو ما فيش مسطره، مثلا لو عايزين 12 ممكن نقطعه نصين، وكل نص نقطعه ربع، وكل ربع نقطعه لثلاث قطع، فكده يدينا اشكال متساويه. هنرصهم بقى في صينيه تكون مدهونه بالزبده، ونخلي مسافات ضروري قوي ما بينهم وما بين بعض لانه لسه هيخمر تاني. بعد كده نغطيها ونسيبها تخمر تاني، بتاخد تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع لغايه ما بيتضاعف حجمها بالشكل ده. في الوقت ده بنبقى مسخنين الفرن على 180، بنبقى مشغلينها من فوق وتحت، بس اما نيجي ندخل الصينيه بنطفي من فوق ونخليها من تحت بس، ولو في مروحه بنشغلها. ولغايه ما تستوي هنحضر طبعا الصوص بتاعها. احنا معانا 6 قطع من جبنه كيري او 100 جرام من الجبنه الكريمي، ممكن تبقى كيري او ممكن اي نوع جبنه كريمي، وهنضيف عليها 3 معالق كبار من الزبده الطريه يعني 42 جرام، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. الافضل في المرحله دي ان احنا نجيب مضرب يدوي او مضرب كهربائي ونخلطهم مع بعض كويس قوي لغايه ما الخليط ده يفتح ويبقى هاشش شويه.
بعد كده هنضيف عليه السكر البودرة. انا معايا كوبايه الا ربع من سكر البودرة، يعني 90 جرام. ولازم ننخل السكر البودرة قبل ما نضيفه عشان ما يكونش فيه اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده. وهنضيف عليها معلقه الا ربع من الفانيليا، وهنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض. في الاول هتبقى عامله زي العجينه كده، لكن كل ما هنضرب فيها القوام هيبقى اخف شويه. ولو بتحبوا القوام خفيف عن كده ممكن تضيفوا معلقه من اللبن وتقلبوهم كويس مع بعض. كده الصوص الاساسي بقى جاهز، بس انا هعمل فيه اضافه كده هتديله طعم حلو قوي. هضيف معلقتين كبار من الكريم شانتيه ومعلقه كبيره من السكر البودر عشان انا مستخدمه كريم شانتيه خام. وضفت كمان معلقتين كبار من اللبن وهضربهم مع بعض كده. وعشان القوام تقيل شويه ضفت كمان معلقتين كبار من اللبن على مرحلتين، وقلبتهم كويس قوي مع بعض لغايه ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. ممكن تضيفوا معلقه تاني لو انتوا عايزينه كمان اخف من كده. وطبعا انتوا ممكن تدوقوا الصوص عشان تتاكدوا ان الطعم مظبوط والسكر بتاعه مظبوط. كده الصوص بتاعنا بقى جاهز، وده القوام اللي انا كنت عايزاه. وده شكل السينابون بعد ما استوى وخرج من الفرن. طبعا شكله يجنن. سيبته ارتاح كده 3 4 دقايق بس، وبعد كده حطيت عليه الصوص بتاعنا. مش متخيلين الطراوه بتاعه السينابون عامله ازاي. بالنسبه للصوص ممكن تحطوه على مرحلتين، يعني ممكن تحطوه اول ما السينابون يخرج على طول من الفرن وهو سخن خالص، تحطوا نص الكميه عشان تسيح كده وتنزل على الجناب. وبعد ما تهدى شويه حطوا النص التاني عشان يبقى باين شكله من فوق. ابدأوا بقى قدموه كده وحطوا له الصوصات من فوق اللي انت تحبوها. انا بحب الشوكولاته تكون دارك شويه، ما تكونش بحليب، عشان بحس انها بتدي طعم حلو قوي. شايفين بقى لما بضغط عليه كده طبعا من الدوسه بتاعه الشوكه باين الطراوه بتاعه السينابون عامله ازاي. شايفين؟ طريه جدا وطعمها بجد يجنن. ممكن كمان نعمل صوص كراميل، هيبقى طبعا تحفه. وبقى لو حطينا كراميل مع صوص شوكولاته يعني تبقى الجريمه الكامله. شايفين وانا بقطعها الطراوه بتاعتها باينه جدا، ومن جوه مفرغه كده يعني مش مكتومه ابدا. وشايفين الطبقات من جوه وكميه الحشوه مناسبه جدا. على فكره الكميه اللي تزيد منكم بس طبعا ما تكونش حاطين عليها بقيه الصوصات اللي هي الشوكولاته والكراميل، ممكن تحطوها في علب وتحطوها في الفريزر. ولما تحبوا تاكلوها تطلعوها من الفريزر تسيبوها تفك كده في درجه حراره المطبخ عادي. وبعد كده ممكن تدخلوها الميكروويف 10 ثواني هتبقى كانكم لسه مطلعينها من الفرن. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.